تعالوا نعمل مع بعض قطعة شاورما. سامعين صوت القرشة؟ خبز التورتيلا بطريقة ولا أسهل من هيك. يلا تابعوا معي الفيديو. يا سلام، منظره بشهي. طبعا ما تنسوا المخلل والمايونيز جنبه. بالبداية عندي صدرين من الدجاج، راح أقطعهم شرايح كتير رفيعة. الأفضل يكون إنه الدجاج مجمد شوي عشان يتقطع معكم شرايح كتير رفيعة وتصير مثل الشاورما جاهزة. شايفين كيف قطعتهم؟ وهلأ نفس الشي رح أقطع الصدر الثاني حسب الكمية اللي انتو بدكم إياها. تقريبا أنا عندي نص كيلو صدور الدجاج. لا تنسوا تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس مشان يوصلكم كل جديد. إذا عم تحبوا وصفاتي حابين تتابعوني. هلا رح أبلش. عندي تقريبا هون فصين من الثوم، هرستن. هون شاهون يا حبيبي رح تحط معي الثوم. وعندي تقريبا عصير نص ليمونة، وراح أضيف عليها تقريبا نص كوب من اللبن، يعني أو 3 4 5 معالق. راح أضيف البهار، معلقة صغيرة من البهار. وإذا عندكم دبس فلفل ضيفوا بدل الفلفل، بس أنا ما كان متوفر عندي. أضفت فلفل بابريكا، فلفل حمراء. وجي أضيفوا نص معلقة صغيرة من الزنجبيل. وهون عندي أنا نوعين بهار. وضفت شوية كاري، عطت طعم كتير كتير طيبة، يعني نص معلقة من الكاري كمان نضيفه. وطبعا رح نضيف برش الليمون وبرش برتقان. أنا ما متوفر عندي برش برتقان، فضفت برش يوسفي. رجعت ضفت لبن، يعني تقريبا نص كاسة لبن. تحسوا انه هيك التتبيلة تنغنغت. طبعا فيكم تحتفظوا بهي التتبيلة مسبقا، يعني تعملوها قبل بليلة كاملة. بتغب بتغب وبتعطي طعم كتير طيبة. طبعا فيكم تعملوها قبل بساعتين بنفس الوقت، بس تكون نتيجة أفضل. هون بشرت الليمون، هيك بشرة خفيفة يعني. وأنا مثل ما قلت لكم ضفت برش يوسفي لأنه ما كان متوفر عندي برش برتقان. وطبعا الملح، معلقة صغيرة من الملح. تبقوا ما تملح معكم الشاورما. وراح أقليهم تقلاية كتير عادية بشوية زيت زيتون، يعني بس تنشف ميتهم وأحسن شوي يتحمروا. تكون وصفتنا جاهزة. وصفة سهلة وبسيطة ولا أسهل من هيك. طبعا ما ننسى المخلل، لأنه الشاورما من دون مخلل ما بتزبط. شايفين شلون هذا؟ راح أتركها تنشف ميتها على الأخير، هاي اللبن لأنه بفقي مي كتير. شايفين بعد ما نشفت ميتها راح أتركها كمان تعطي لون ذهبي. الريحة بتشهي. شايفين منظرها ما أحلى؟ عن جد طلعت كتير طيبة والأطيب من المطاعم حتى. هون عندي خبز التورتيلا أسمر، وراح أحط عليه كريمة توم. فيكن تعملوا كريمة توم مع ايدكم، بس أنا عندي إياه هذا جاهز.
كان عندي هون كريم التوم جاهز، فما عملت على ايدي. فيكم تعملوه على ايدكم، وحطوا خس ومخلل. طبعا البطاطا. هلا رح اضيف اول شي البطاطا. رح اضيف الشاورما. شايفين شلون تقرمشت عندي وتحمرت ونشفت ميتها. طبعا فيكم تنشفوها بالفرن، بس ما في داعي، يعني ما بتطول اصلا معكم على الغاز كتير. هي يعني وصفة للمستعجلين، فينا مثل نقول، من كتر ما هي سهلة وبسيطة وطيبة. والمخلل شي أساسي بالشاورما، أي نوع مخلل عندكم ضيفوه. كمان الخس. أنا رح أضيف كمان، هاي الشي اختياري من عندي، رح أضيف جبنة. جبنة موتزاريلا أطيب، بس أنا كان متوفر عندي هذا النوع، بس الموتزاريلا بتعطي مطة. رح أحمصهم، إذا عندكم كباسة حمصوهم بالكباسة، ما مش متوفر عندكم بالطواية مثل ما أنا حمصتهم. حطوا نقطة زيت وحمصوهم. شايفين شلون كيف حمصتهم؟ حطيت شوية زيت زيتون وراح أحمصهم. شايفين شلون؟ ما شاء الله، كأنهم محمصهم بالكباسة. شايفين التأميرة شلون؟ ما شاء الله، بشهي، عن جد بتشهي. بنصحكم تجربوها كتير كتير. شايفين شلون؟ ما شاء الله، صوت القرشة. عن جد وصفة كتير طيبة، وألف صحة وهنا. أتمنى تجربوها وتعجبكم. صحتين.